رأت المرأة بالصدفة المربية وهي تضع دواء في طعامها، لكنها لم تستطع قول أي شيء لمنعها، لأنها في تلك اللحظة لم يكن بإمكانها كشف أنها استعادت بصرها. بعد فترة وجيزة وضعت المربية الوجبة المعدة مسبقا أمامها، ولتجنب إثارة شكوك المربية لم يكن بوسع المرأة سوى رفع الوعاء ببطء نحو شفتيها. وفجأة بينما كانت على وشك قضم لقمة تحدثت وطلبت من المربية أن تحضر لها كوبا من الماء. بينما كانت تراقب المربية وهي تغادر بانزعاج، سارعت المرأة بوضع الوعاء وبادلت وجبتيهما. عادت المربية بالماء ولم تشك في شيء عندما رأت المرأة تأكل بشهية، بل وابتسمت بانتصار. ولكي تجعل المربية تصدق تمثيليتها، تظاهرت المرأة بألم في بطنها وتوكأت على عصاها وهي تعرج نحو الحمام. لم يمضي وقت طويل بعد خروج المرأة منتصرة حتى بدأت المربية تشعر بألم في البطن هي الأخرى، وشكت في أنها أكلت الوجبة الخطأ، فركضت بذعر نحو الحمام. ولكن بعد أن اكتشفت المرأة أن الدواء كان مسهلا، قررت ترك المربية تنتظر في الخارج لفترة أطول. وبعد فترة طويلة فتحت الباب أخيرا، فاندفعت المربية إلى الحمام، ولكن كان قد فات الأوان. سمعت المرأة صراخ المربية فاستدارت وغادرت. بعد فترة وجيزة شعرت المربية بالألم مرة أخرى، ورأت المرأة تركض ذهابا وإيابا إلى الحمام. وفي النهاية ابتسمت المرأة. نظرت المربية إلى المرأة بنظرة مليئة بالحقد، ثم لمحت حوضا من الماء المغلي وخطرت لها فكرة. وضعت الحوض المليء بالماء الساخن على الأرض، ثم تعمدت كسر كوب لجذب الانتباه، راغبة في أن تأتي المرأة للمساعدة وتطأ بقدمها في حوض الماء الساخن. اعتقدت أن خطتها مثالية لا تشوبها شائبة، لكن ما لم تكن تعلمه هو أن المرأة رأت كل شيء. تظاهرت المرأة باتباع خطة المربية وسارت نحوها. فرحت المربية في سرها عندما رأتها تقترب، لكن المرأة لم تدس في الحوض بل ركلته وقلبته، مما أدى إلى تناثر الماء الساخن مباشرة على يد المربية. صرخت المربية من الألم في الحال، بينما ضحكت المرأة بخفة. في تلك اللحظة عاد زوج المرأة إلى المنزل، وعندما رأى يد المربية المحروقة والحمراء ساوره الشك، لكن فجأة عانقته المرأة واعتذرت للمربية بملامح تثير الشفقة، قائلة إنها لم تقصد ذلك لأنها لا ترى. عند سماع ذلك ورغم شكوكه طلب الرجل من المربية أن تعتذر. اعترضت المربية بصوت عال ورفضت الاعتذار، وبينما كانا يتجادلان كشفت المرأة علاقتهما غير شرعية بشكل مباشر. توقف الزوج الذي شعر بالذنب والخوف عن الشك فيها فورا وسارع لإيجاد مبررات. عندما رأى أن المرأة لم تواصل ملاحقة الأمر أخذ المربية إلى المستشفى. نظرت المرأة إلى زوجها وهو يغادر وابتسمت ابتسامة خفيفة، فانتكامها قد بدأ للتو. في الطريق بدأ الاثنان يتشاجران في السيارة، فقد كانا يشكان منذ فترة طويلة في أن المرأة تتظاهر بالعمى، لكنهما لم يجرؤا على التصرف لعدم وجود دليل. أوقف الرجل المربية عن الشجار وقرر العودة إلى المنزل لإيجاد طريقة لاختبار المرأة. في اليوم التالي عاد الرجل برفقة والد المرأة. صدمت المرأة لرؤية والدها وأرادت بيأس أن يغادر. كانت تخشى أن يؤذي الرجل والدها لأنه سبق وأن قتل مربية سابقة. لم تستطع التحدث بصراحة مع والدها، وبينما كانت تراقب الرجل يتحدث مع والدها كانت قلقة وتحاول تخمين نواياه. ثم التفت والدها إلى المربية التي كانت تقف بجانب الرجل ووبخها بغضب على قلة أدبها. همت المربية بالرد بغضب لكن الرجل منعها، وكأنها فهمت خطة الرجل استدارت ودخلت المطبخ، ثم أخرجت طبقا من التفاح واقتربت بصمت من خلف والد المرأة. ازداد قلق المرأة عندما رأت نظرة المربية الشريرة، وفي اللحظة التي أمسكت فيها المربية بسكين الفاكهة واستعدت للهجوم وقفت المرأة فجأة ووبخت والدها قائلة إنه لا ينبغي له التحدث مع المربية بهذه الطريقة. حينها فقط توقفت المربية، وفي تلك اللحظة تلقى الرجل مكالمة ثم غادر. عندما رأت أن كليهما قد غادرا أرادت المرأة إخبار والدها بالحقيقة، لكنها تذكرت حذر زوجها وأدركت أن هناك شيئا مريبا فغيرت الموضوع. ما لم تكن المرأة تعلمه هو أن حدسها كان صحيحا تماما، فقد قام الرجل بتركيب كاميرات في الغرفة لمراقبة كل تحركاتها سرا. لو أنها باحت بالحقيقة لكان قد هاجمها على الفور، لكن تغييرها للموضوع لم يجعله يتخلى عن خطته، حيث قرر التصرف في تلك الليلة. عاد الرجل وسأل عن مكان والدها، ثم صدم عندما علم أن المرأة قد أرسلته إلى الخارج. عند سماع ذلك ازداد يقينا بخطته، أخرج على الفور عقد نقل ملكية أسهم كان قد أعده مسبقا، وقال للمرأة إنه مشروع للشركة يريدها أن توقعه. بعد قراءة العقد بعناية رفعت المرأة فنجان القهوة بهدوء لتخفي ابتسامتها الداخلية، ساخرة في سرها من حيلة الرجل المكشوفة. حاولت اختباره بقولها إنه عندما يكبران في السن يجب عليهما التبرع بجميع ممتلكاتهما. ذهل الرجل لكنه تذكر خطته فتظاهر بالموافقة، ولكن في تلك اللحظة بالضبط سكبت المرأة القهوة عن غير قصد على العقد. التقط الرجل الأوراق المبللة بغضب وحدق فيها، لكنه لم يستطع سوى كبت غضبه.